القرنة في المغرب عوينتي مشات المغاربه ليا بغاو يعرفوا شنو هو السبب. عوينتي مشات ليا اجي مولتهاش وما كنشوف. واخا سبيطار مخزن، راه سميتو سبيطار مخزن، كتجي بحال الطلاب، كتجي واش السيد فيه حبوبه ما عرفتش فيها الله اعلم، سير رونديفو شهرين 3 شهور، واش ديك الحبوبه كي غتولي في هذيك شهرين. اهلا وسهلا. في الاصل جيت نهضر من الاول على المشاكل ديال السبيطارات واش ناقص فيهم من المشاكل ديال الاطباء الى اخره، حتى لقيت راسي كنهضر على القرنه، ولكن وحلت غا مع السيكوريتي في الباب. اكبر سرطان في هاد السبيطارات ديال المغرب هما العساسه، ماشي كلشي ولكن الاغلبيه. واش دابا انت يلا يسر راسك محلول وكيقول لك فين غادي ناكل سايكوك راه غادي نغرز فيها الاداره غادي بوريقاتي باش نستفسر في الاداره زعما حيت مكتوب غير اداره مكتوب شي حاجه اخرى. اللي جيت داخل جا السيكوريتي كيجري شريف فين غادي داخل هضر معايا انا قلت له لا بغا نهضر مع الاداره المدير شي واحد مسؤول تاع سيكوريتي. شنق عليا وجا جارني اللي جارني بقيت كنتنطر معاه حيد يدك باغي نهضر مع الاداره نقاد المسائل ديالي. قال لي انا هو الاداره انا هو كل شيء هنا هضر معايا طلق مني ما طلق مني واش غتخرج ولا بالمعيور في الوالدين والدين وداك الشيء. الكروشيات ضربني بجوج دماغات فرق عليا عيني راه عاد غسلت مسحت الدم وداك الشيء. خصوصا في هاد السنوات الاخيره تزادت فيهم ضلعه، تقول غادي للكومبيتيسيون ديال الكمال الاجسام، جالسين كيتبوردوا على عباد الله، تقول السبيطار ديال باو وما كيقبلوش بالتفاوض. يعني الا كانت عندك واحد الحاله مستعجله وخاصك تدخل ضروري تشوف الطبيب يقول لك سير ضرب راسك مع الحيط. ولا السيكوريتي باغي ما فهمتش هو طبيب ولا ما عرفتش والله ما فهمتش، وجايبين شي نماذج باغيين غير ياكلوها عباد الله. راه كارثه. ودابا القضيه راه ما بقاتش غير في تامين الدخول والخروج ولا في التنظيم ديال المرضى اللي جايين ياخذوا لي رونديفو ديالو، ولا راه ولاو كيعمروا لك الاستماره باش تدخل تشوف الطبيب. وكاين واحد النوع اللي كيدخلوا مع المريض حتى العظم وكيسولوا على الجاي وشنو المرض اللي فيك، وتبارك الله على الحارس الطبي. بزاف ديال المواطنين ولاو كيتشكاو منهم من المضايقات والسبان من السمطه لتحت دارعات التنظيم وكذا، زعما راه كيدير خدمته وكيصعب يوصلوا للطبيب. يعني السيكوريتي هو اللي كيقرر في المصير ديال الحياه المريض. يعني مثلا الا كانت شي اصابه خطيره وكتطلب علاج ضروري او لا بغيتي شي رونديفو باش تشوف الطبيب، غادي يخرج لك السيكوريتي وغادي يقول لك سير حتى المورا المونديال 2030 وعاد اجي. يعني المغرب يدي المونديال 2030 وانت الطبيب الله لا شتيه. واخا دابا واش السيكوريتي هما اللي كيطريوهم على الباص؟ كلشي مع السيكوريتي، هما اللي كيدويو. انت كتشوفي فاطمه الزرقت هما اللي كيدويو، يعني ما كاينش شي واحد اللي كيهضر من غيرهم. واحد الحاجه اللي كتضر في الخاطر هما هادوك الناس اللي كيكونوا جايين من مدن بعاد كيجيو باش يتعالجوا في الرباط، يعني ضاربين طريق طويله سواء من الحسيمه سواء من تازه من المدن الصغار اللي ما عندهم السبيطارات، كتلقاهم جالسين قدام السبيطار كيتسناو في واحد الحاله يرثى لها. الناس اللي عندهم شويه ديال الفلوس كيكريو في الرباط بما يتعالج لهم داك المريض، اما الناس اللي ما عندهمش الفلوس وما عندهمش لي مويان باش يكريو كتلقاهم كيباتوا غا في الزناقي، اولا كتلقاه كيرجع في الكار حتى لمدينته وكيخلي المريض بوحدو. والله يحسن العوان. نقصوا السيكوريتي ونشوفوا كيفاش نديروا ليه وندخلوا للسبيطار. راه واحد النقص ديال الموارد البشريه راه ما يمكنش سواء في الاطباء اولا في الممرضين وحتى في الاداره. Ça c'est encore les urgences, on dirait on est en prison. Là c'est le bureau du médecin. Regardez l'hygiène. Il y a zéro hygiène. Les trucs pour soigner, ils sont déchirés. Depuis 1h du matin, elle a une hémorragie cérébrale, elle est toujours pas prise en charge. وانت مهرس ولا راسك مشقوق وتيقول لك سير خلص الصندوق هو الاول، ومع ما كيكونش الصف دغيا كيسربيوك وكتشوف دوك المناظر الخلابه كدي معاك واحد المرض اخر بقوه الستريس. ايوا يا سيادنا ملي كتسالي هادشي كامل كتقول صافي راه غندخل نشوف الطبيب، وحتى كيبان لك واحد التران ديال الهنود شادين الصف على الطبيب اللي مشى يتغدى بحال شي موظفين ديال المقاطعه نهار الجمعه كيمشي ما تيرجعش. هذا موضوع جديد غنهضروا فيه من بعد. وكلكم اخوتي المغاربه فايت لكم سمعتوا ديك النوطه الشهيره ديال السكانير راه خاسر سير حتى يخدم، والسكانير حتى هو عايش معنا البطاله في هاد البلاد. والعفو راه ماشي القضيه ديال ما خدامش، راه غير الفساد اللي من ابرز المشاكل اللي كيعانيو منها السبيطارات في المغرب. مستعجلات بميريزكو بمدينه الدار البيضاء ما خاصهاش تبقى تسمى المستعجلات، لان المستعجلات يعني الانسان كيجي ايرجو في حاله خطيره خاصو يدخل يتداوى، ماشي يبقى شاد الصف. نتحدى اي صحافه الان تمشي تاخذ واحد الرخصه وتدخل المستعجلات غيبان لك عباد الله تتسنى، كاين غتبانوا لك بيروات بلا طبيب فيديوهات لعلك ترضى. في بعض الحالات كتوقع الرشوه ما بين الموظف والمريض، حيت كيكون في واحد الحاله ما عنده حتى شي خيار اخر الا الرشوه باش يقضي غرضه. السبيطار ديال سيدي عثمان سيكوريتي حرفيا هكا كيقول لهم اللي عنده 15 درهم واللي عنده 20 درهم ما نهضرش معاه،
انا كنهضر مع مول الفريال الفوق وقدامي بارك كيسير الطبيب على اساس انهم كليان جايبهم ليه كيسبقهم فيهم. ولكن اللوم الاكبر كيوقع على الموظف وغياب الرقابه، وهذا الفساد اخوتي المغاربه راه كيأثر بشكل كبير على الخدمات الصحيه اللي في المغرب، وكيأثر حتى على المريض اللي كيخلص ثمن العلاج، وبعض المرات كيخلصها بصحته حيت ما كيستافدش من العنايه المناسبه. انا 4 شهور والمراه عندي ايموراجي، هي المراه مورايا الشيء 4 شهور والمراه ايموراجي، الدم كيدوز منها، كنجي كيبقاو علينا بالقوالب، سير دير تحليله، سير دير تلفازه، ملي كنجيبها لهم كيدير ما كيقول لك سير تجي وما كيعطيكش ورقه، وملي كتجي كتلقى واحدين اخرين. وهذا الشيء بلا ما نهضروا على الاخطاء الطبيه، باللي الطبيب كيجي سكران ولا كينسى لك شي مكانه في المصران ديالك، ولا انت كطيح كتقطع بالوجع وهو شاد لحتيت مع لي زانفيرميير، والحياه السعيده في السبيطار. لقينا البلا مسمومه قال لك بدلوها ليهم ولا ما نعرف كيفاش عمونا. لا شوف انا ما كنشوفش نهائيا. زائد السبيطارات العموميه اللي كتواجه اكتظاظ كبير من طرف المرضى، خاصه في المدن اللي فيها كثافه سكانيه طالعه، وهذا الاكتظاظ كيؤدي لعدم القدره باش يقدموا الرعايه الصحيه مزيانه للمريض، وكاينين حالات مستعجله اللي كيخصهم تدخل سريع، ولكن المرضى كيتعطلوا بزاف باش ياخذوا العلاجات الضروريه بسبب الضغط الكبير على السبيطارات. وهذا هو السبب، الضغط راه ماشي الضغط ديال لوبيطال، هنا راه كافي كازا كامله هاد لوبيطال، شي هاد لوبيطال كافي كازا كامله، ولكن راه كثر علينا الضغط، راه اللي عنده الراميد من شي مدينه ورقه كازا. اما بالنسبه للبلان ديال الادويه والمستلزمات الطبيه، في بعض الاوقات لا سمحوا لي، في اغلب الاوقات السبيطارات العموميه كيعانيوا من هذا النقص، ما عرفتش واش كيشفروهم ولا الجهه المسؤوله هي اللي ما كتوفرش هذا الشيء في السبيطارات، حيت المرضى كيضطروا باش يخرجوا يجيبوا الدواء باش كيتعالجوا. للاسف عندنا مشاكل بزاف اخويا في السبيطار، خاصنا الطبيب، خاص بينا، خاصنا الدم يكون في الوقت، خاصنا الدواء. راه انا وبنتي باش كنجي ناخذ ليها الدواء كيقول لك وما كاينش دابا، تسناي حتى الغدا ورجعي، وانا كنجي من محمديه شي بعد مرات راه بعيده كنجي، فاش كنجي كيقول لك وسيري حتى الغدا، وسيري حتى بعد غدا. راه حشومه هادشي اللي كيديروا هاد الناس. حنا كنطالبوا بان العيش لوليداتنا، وليداتنا مهددين بالموت. زائد كاين واحد النوع ديال الاطباء اللي يسمح لهم تيقولوا لك بطريقه غير مباشره سير للمصحات الخاصه باش تعالج، بحال الا داير معاهم كولابوراسيون، والفاهم يفهم. كيتفلاو على الناس، كيتفلاو على الناس، دوزي خلطي. انا ما عنديش انا غير الناس اللي هازيني، انا ما عنديش، ما خدامه ما والو. ايوا هذا الشيء اللي كيخلي الرعايه الصحيه محتكره غير على الناس اللي عندهم الفلوس، اما الدرويش ليه الله. ولقيت 600 قالت لي من غير 10,000 ريال. فرمليه هذه ولا شكون؟ فرمليه. ما خلاوني ندير اجراءات، تيقول لك غير خرجي السيكوريتي باغيين غير يخرجونا. والله سيدنا حتى كيشدوها في درهم عاد كتدخلت والدي. انا ربو شكون اللي قتلوه هذوك اللي في السويس اللي في الرباط دوك الاطباء، واش انا بو عارق مفرق عليها عارق في الراس وطبيب بالك شي تكونيكتا. انا اليوم ديت رفيسه باش تغدى بها، واليوم غنتغدى بالكفتة ديالها. بركه من التلاعب بصحه المواطنين. دابا المشكل هضرنا على السبيطارات اللي كاينين في المدن، بين قوسين المغرب النافع. ايوا اجي عندي دابا المغرب الغير النافع، او بما يسمى المغرب العميق. كتلقى السبيطار د الحومه ما فيه حتى كرسي، الطبيب وكتلقاه واقف، داك الطبيب اللي يقدر يدير هو يصيفطك للمدن الكبرى باش تعالج، ولا يخرج لك شي دواء ديال السخانه، ولا يداوي لك شي جرحى. اللي تيتواجد هنا هو مستشفى صغير جدا، يعني الامكانيات ديالو ما كايناش، يعني غياب تام المعدات الطبيه، غياب الادويه، الناس هنا التوعيه الصحيه ديال يعني متدهوره. الا مشات شي مراه حتى بغات تولد وتعكست لها الولاده راه كارثه. ما عرفش واش السيارات الاسعاف اللي ما كاينينش ولا الطرقه اللي ما كاينينش، وهي بالصراحه وراه بجوج ما كاينينش. بحال المراه الا كانت حامله فين تديوها فين؟ حامله كتهود الاربعه. والاسعافات عندكم ما عندكمش الاسعاف، وكتلقاهم غاديين بها بالبغل وسط الجبال، يعني الموت البطيء. انا ما غنفكرش في الحل، حيت كاينين مسؤولين اللي خدمتهم هذه وكيتخلصوا عليها، وواجب عليهم شرعا اخلاقيا مهنيا وطنيا واللي بغيتي. في الختام رغم الجهود اللي كتبدا
تستبدل هاد الدوله لتحسين القطاع ديال الصحه في المغرب بحال السبيطار ديال السويسي اللي كيتبنى دابا في الرباط وبحالو اللي كان في طنجه. هادشي كيفرحنا، ولكن الواقع تيقول باللي مازال بزاف د الاصلاحات اللي خاص دير الحكومه لتحسين نظام الصحه في المغرب. وما نساوش الفساد، نقص الموارد، ضعف التسيير، هادو هما العوامل الاساسيه اللي كتساهم في تدهور النظام الصحي في المغرب. نتمنى نكون وصلت الرساله ولو غير شويه، حيت حنا بغينا غير بلادنا تزيد لقدام وتكون في المستوى، وكاس العالم اللي جاي تكون القضيه مقاده ان شاء الله ويلقى المواطن فين يتداوى. خليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير، واش عمركم عشتوا شي تجربه في السبيطارات ديال المغرب وكيفاش كانت التجربه. حتى لهنا الحلقه ديالنا سالات، وما تنساوش الا عجبكم الفيديو ديروا لايك وسبسكرايب للقناه ديالي باش يوصلكم اي جديد. تبقاو على خير، تشاو.